انا بحبك جدا يا شاذلي، حبيبي والله بحق العظيم. ربنا. حبيبي فوق عارف دماغي ليه؟ والله. علشان انا مصدقك. يعني انا دي اهم حاجه. اي فيديو انت عملته، يعني حتى الحاجات اللي بان فيها المنافسه الاول، انا قلت ان الناس بتنافس بعض وبتاع امر وبيهزروا، طبيعي يعني، عادي في اي مجال المفروض فصباح يكون. الفل عادي. بعد كده لقيتك بتتكلم في موضوع الصفقات اللي دمها خفيف جدا ومتصدقه جدا ومش مشهد تمثيلي. لا نهائي، والله كله ارتجال في انت وقتها. عملت اغنيه جامده جدا، اول كسرت واحده الدنيا على المايك. على المايك. يعني هو حسيت اصلا صاحبي اللي هو اللي موزع ده، هو مش مصدق. هو لما قال لي تعالى نسجلها، اللي هو تعالى يا عم ما جاتش عليك يلا عشان ما تزعلش. كده. فهو اتفاجئ ان في حد هو شايف حد فاهم، مع ان انا مش فاهم ولا عارف انا بعمل ايه اصلا. عايز اقول لك مبهجه وبترقص الاغنيه حبيبي وبتماركت والله. لللبس. وعشان انا عمري بس ما رتبت الحاجه. حلو. حتى الصفقات البصل انا ما كنتش متخيل ان ممكن يحصل كده من ورا البصل يعني، نهائي. ما انا اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي كل المصريين في بيوتهم بيتكلموا البصل 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 ايوه. البصل البصل. فلقينا واحد ظهر قال لك ايه يا جماعه البصل البصل عندي ب3 بكذا. جنيه فابسط حاجه اللي خلت الناس تتفاعل او تقول لك ان انت بتتكلم في نفس مشكلتي. ايوه. انت قفشت المشكله اللي انا بفكر فيها دلوقتي. مش حلتها لك، بتتكلم. على الاقل حلتها الجزء هي مش بس بسيط حليت. جدا ل 100 200 شخص على الاقل. الله ينور عليك. يعني هي على الأقل. فكره انك ذكرت القصه اصلا، فانا أيوة. حسيت انك حاسس بيا طبعا. فحبيت. طب شاذلي مش بتاع صفقات، شاذلي بتاع ايه؟ شاذلي بتاع ملابس بس. اوكي. شاذلي اصلا اسمه ملابس مش حاجه تانية. حلو. الصفقات دي بقى يعني بدأت في يوم شاذلي، بقت خلاص جزء من يومه، خلاص لازم يبقى في كل يوم في شاذلي صفقة الناس مستنيها من شاذلي. انا بحس ان انت عندك مصداقيه جامده جدا لدرجه انك ما حصل معاك دروب من الايام اللي فاتت مع احد الصفقات والناس اتزحمت بدأت وحصل اروح حوار. بنفس الصفقات وقت العروض. بالظبط. يعني رحت طبعا. بعدها وعملت تاني ونوهت، طبعا. ما عملتش بقى اللي هو يا عم فكك منهم انا مالي. استحالة. انا بخش ادور على ال50 كومنت السلبيين. اوكي. مش على ال2000 الحلوين. اشوف السلبيات دي واقعه مني ايه فيهم. ممكن يكون واقع مني حاجه طفل يعدلها لي. حلو. انت في المكان بتاعك اليوم اللي بتعمل فيه العرض ده ما بيبقاش فيه زحمه بره وعظيمه وبتاع والكلام ده في ولا؟ وقت العرض، ساعه العرض. وقت العرض بس. اللي هو من 6 ل 7. اوكي. حلو. انا لو جيت هعرف ادخل اخد حاجه ولا هتضرب في النص؟ مش حوار هتتضرب، انت غصب عنك، انت داخل عايز الصفقه، في 10000 غيرك عايزها برضه في نفس الوقت. أوكي. انت بقى حط دي قدام دي. طب ما تقول لي انت مثلا بتفتح 6 الصبح، اجي لك انا 5 خدها بسرعه. اما حد يخش لك يقول لك انا معايا 1000 جنيه يا شاذلي وعايز يوم، فانت تقول له مش 1000 جنيه ومش عارف ايه، هتخرج ايه، تعالى ادي 1 2 3 طبيعي. 4. لازم يحس ان ال1000 جنيه ده عندي حاجه كبيره، ما يبقاش مجرد رقم كده انت بتقوله هو ممكن اجيب بيه حاجه. عندي انا لا، عندي انا تحس ان ال1000 جنيه ده انت جايز نفسك بيه. لازم تحس ارمي لك 5 6 7 قطع بال1000 جنيه، تحس كده ان انت ضحك على الدنيا كلها. تحس ان انت ماشي مرفوع الراس، بدل ما تخش مكان تاني ليهم دنيتهم وناسهم وزباينهم مش بتاعتي. تخش بال1000 جنيه تبقى انت اصلا خايف تخش المحل، ولو مرعوب من الازاز اللي ورا المحل ان انت هتخش اصلا هتتحرج وهتتكسف. تعالى انا بقى بال1000 جنيه ده اتنطط وانت داخل، حتى طبل بلدي وانت داخل معاك. طب